الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فضيلة الشيخ، فقد كلفني شباب الإمارات بالمجيء إليكم لتوجيه مجموعة من الأسئلة المهمة التي تفيد إن شاء الله الأمة. ما قولكم يا شيخ في من يقول لا يترحم على من خالف عقيدة السلف كالنووي وابن حجر وابن حزم وابن الجوزي وغيرهم، ومن المعاصرين سيد قطب وحسن البنا، مع أنكم تعلمون ما عند البنا في مذكرات الدعوة الداعية وعند سيد قطب في ظلال القرآن؟ نحن نعتقد أن الرحمة، أو بعبارة أصرح الدعاء بالرحمة، جائزة لكل مسلم ومحرمة على كل كافر. فالجواب هذا يتفرع على اعتقاد يقوم في نفس الشخص. فمن كان يرى أن هؤلاء الذين سموا في السؤال وفي أمثالهم يرى أنهم مسلمون، فالجواب عرف مما سبق أنه تجوز الدعاء لهم بالرحمة وبالمغفرة. ومن كان يرى لا سمح الله أن هؤلاء المسلمين الذين ذكروا في السؤال هم ليسوا من المسلمين، فلا يجوز الترحم عليهم، لأن الرحمة قد حرمت على الكافرين. هذا هو الجواب بالنسبة لما جاء في السؤال. أي نعم. لكن يا شيخ، يعني يقولون هم أن من منهج السلف أنهم كانوا لا يترحمون على أهل البدع، فبالتالي يعدون هؤلاء الذين ذكروا في السؤال من أهل البدع، فهم من هذا الباب لا يترحمون عليهم. نحن الآن قلنا كلمة: الرحمة تجوز لكل مسلم ولا تجوز للكافر. هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ صحيح. إن كان صحيحا فالسؤال الثاني غير وارد، وإن كان غير صحيح فالمناقشة واردة. نعم. ألا يصلى على هؤلاء الذين يطلق عليهم بعضهم أنهم من أهل البدع؟ ألا يصلى عليهم صلاة المسلمين؟ ومن عقائد السلف التي توارثها الخلف عن السلف أنه يصلى وراء كل بر وفاجر، ويصلى على كل بر وفاجر، أما الكافر فلا يصلى عليه. إذن هؤلاء الذين دار السؤال الثاني حولهم أنهم من أهل البدع، هل يصلى عليهم أم لا يصلى عليهم؟ لا أريد أن أدخل في نقاش إلا إذا اضطررت إليه. فإن كان الجواب بأنهم يصلى عليهم انتهى الموضوع، ولم يبقى للسؤال الثاني محل من الإعراب كما يقول النحويون، وإلا فمجال البحث مفتوح ووارد. طيب، والذي يقول يا شيخ لا يصلى عليهم مثلا، لا يصلى عليهم على أساس أنهم أهل البدع، فكيف يكون الجواب عليه؟ ما هو الدليل؟ يستدل بالسلف، يعني مثلا يفرق بين الفسق والفجور
وأهل البدع الذين يبتدعون في الدين. ويعني وما كان السلف مثلا يصلون على أهل البدع ولا يجالسونهم ولا يشاربونهم، فمن هذا الباب هو يقول هذا الشيء. حتى انتبه. نعم. ماذا كان السؤال؟ عن الصلاة عليه. لا، وحق لك أن تحيد لأنك أطلت الجواب في غير جواب. كان السؤال ما هو الدليل؟ نعم. أنت ذكرت الدعوة، والدعوة غير الدليل. أي من يقول إنه لا يصلى على المسلم المبتدع، ما هو الدليل؟ هو ما عنده دليل إلا بس فقط يستدل بفعل السلف. أهو الدليل فعل السلف؟ هكذا يقول. طيب أين هذا الدليل؟ هو ما يذكر، لكن دائما كلامه يكون عام في هذا الأمر. طيب السلف أليس كانوا يقاطعون بعض الأشخاص لذنب ما أو لبدعة ما، فهل معنى ذلك أنهم كفروه؟ لا. طيب لا، إذن حكموا بإسلامه؟ نعم. بلى. طيب نحن ما عندنا فرق بين مسلم وكافر، ما في عنا وسط، يعني ما عندنا كالمعتزلة منزلة بين المنزلتين، إما مسلم فيعامل معاملة المسلمين، وإما كافر فيعامل معاملة الكافرين. ثم يا أخي بارك الله فيك، هذه مجرد دعوة، أي أن السلف ما كانوا يصلون على عامة المبتدعة وعلى كل المبتدعة. هذه مجرد دعوة تقوم في أذهان بعض الناس الطيبين الذين يأخذون المسائل بحماس وبعاطفة غير مقرونة بالعلم الصحيح القائم على قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا قدمت لك حقيقة لا يختلف فيها اثنان، وهي إما مسلم وإما كافر. فالمسلم مهما كان شأنه يصلى ويورث ويورث ويغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يكن مسلما نبذ نبذ النواة ودفن في قبور الكافرين. ما في عنا شيء وسط. لكن إن لم يصلي مصلي ما أو عالم ما على مسلم ما، فذلك لا يعني أن الصلاة عليه لا تجوز، وإنما يعني أنه يرمي إلى حكمة قد لا تتحقق هذه الحكمة بغيره، مثل الأحاديث التي لابد أنك تذكر شيئا منها، التي يقول الرسول عليه السلام في بعضها صلوا على صاحبكم. ما صلى الرسول عليه؟ ترى الرسول الممتنع عن الصلاة على مسلم أهم أم العالم السلفي إذا امتنع من الصلاة على مسلم أهم؟ قل لي ما هو الأهم؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. نعم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم. حسنا، فإذا كان ترك الرسول الصلاة على مسلم لا يدل أن تركه للصلاة عليه أنه لا يجوز الصلاة عليه، فمن باب أولى حينئذ ترك عالم من علماء السلف الصلاة على مسلم مبتدع أنه لا يدل
على أنه لا يصلى عليه، ثم إن دل أنه لا يصلى عليه، فهل معنى ذلك أنه لا يدعى له بالرحمة والمغفرة ما دام أننا نعتقد أنه مسلم؟ إذا باختصار، امتناع بعض السلف عن الصلاة على بعض المسلمين بسبب بدعة لهم، فذلك لا ينفي شرعية الصلاة على كل مسلم، لأن هذا من باب الزجر والتأديب لأمثاله، كما فعل الرسول عليه السلام في الذي لم يصلي عليه وليس له ذنب إلا أنه مات عليه دين وإيش والغال من الغنيمة ونحو ذلك. فإذا هذا الامتناع أي امتناع الرسول أهم من امتناع بعض السلف، فهذا وذاك لا يدلان على أنه لا يجوز الصلاة على المسلم المبتدئ. ثم هنا لابد من بحث. يجب أن نعرف من هو المبتدئ تماما كما يجب أن نعرف من هو الكافر. فهنا سؤال كما يقولون اليوم يطرح نفسه: هل كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وكذلك كل من وقع في البدعة وقعت البدعة عليه، أم الأمر ليس كذلك؟ إذا كان الجواب ليس كذلك نمضي في الموضوع، وإن كان خافيا فلا بد من بيانه. أعيد المسألة بشيء من التفصيل. ما هي البدعة؟ هي الأمر الحادث على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد بها صاحبها أن يزداد تقربا إلى الله تبارك وتعالى. فهل كل من ابتدع بدعة يكون مبتدعا؟ أريد أن أسمع الجواب باختصار. لا بلى. لا. إذن من هو المبتدع؟ الذي تقام عليه الحجة ويصر على بعد ذلك على بدعته. حسنا. فهؤلاء الذين نقول نحن عنهم لا يترحم عليهم، هل أقيمت الحجة عليهم؟ الله أعلم. أنا أقول من عندي، الله أعلم. الله أعلم يا شيخ. أما أنت ماذا تقول؟ فقل ما عندك. لا، قلت كما قلت يا شيخ. جزاك الله خير. الله يبارك. إذن ما هو الأصل في هؤلاء، الإسلام أم الكفر؟ الإسلام. طيب، إذن الأصل أن يترحم عليهم، أليس كذلك؟ إذا انتهت القضية. فلا يجوز أن نتبنى اليوم مذهبا فنقول لا يجوز الترحم على فلان وفلان وفلان من عامة المسلمين، فضلا عن خاصتهم، فضلا عن علمائهم. لماذا؟ لسببين اثنين، وهذا تلخيص ما تقدم. السبب الأول أنهم مسلمون. السبب الثاني أنهم إن
كانوا مبتدعين فلا نعلم أنه أقيمت الحجة عليهم وأصروا على بدعتهم وأصروا على ضلالهم. لهذا أنا أقول من الأخطاء الفاحشة اليوم أن الشباب الملتزم والمتمسك بالكتاب والسنة فيما يظن هو يقع في مخالفة الكتاب والسنة من حيث لا يدري ولا يشعر، وبالتالي يحق لي على مذهبهم أن أسميهم مبتدعة لأنهم خالفوا الكتاب والسنة. لكني لا أخالف مذهبي، الأصل في هؤلاء أنهم مسلمون وأنهم لا يتقصدون البدعة ولا يكابرون الحجة ولا يردون البرهان والدليل. لذلك نقول أخطأوا من حيث أرادوا الصواب. وإذا عرفنا هذه الحقيقة نجونا من كثير من الأمور الشائكة.